مساء الخير. هل دي عقلية رئيس نادي؟ هل دي عقلية كانت تنفع مع واحد كان هيبقى رئيس نادي أو كان مرشح إنه يبقى رئيس أكبر قلعة رياضية في مصر؟ هل دي عقلية تتناسب مع تاني أكبر جمهور في مصر وفي أفريقيا؟ بصراحة أنا مبسوط. أنا مبسوط إنه أخد فوق دماغه. أنا مبسوط إن اتاخد غسيل المكوى من الكابتن أحمد شوبير ومن الكابتن سيد عبد الحفيظ، لأن بصراحة أنا مش عارف هل دي سياسة هم طالعين بيها هم قاصدينها، ولا هو فعلا مش فاهم، او هو فعلا على نياته للدرجة دي، او مش مدرك هو بيقول ايه. لان لما تطلع واحد يطلع من مجلس ادارة نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر على حسب ما بيقولوا، لما واحد يطلع من الكابتن احمد سليمان يطلع من مجلس ادارة نادي الزمالك ويدلي بعض التصريحات اللي فيها لهجة التهديد لحسام حسن والمنتخب مصر، ويقول بعض التصريحات الغلط، ويبقى مش فاهم هو بيتكلم في ايه، وفي نفس الوقت يترد عليه رد قوي جدا جدا جدا، وطالع بيصفي حسابات مع الكابتن احمد شوبير في ابنه مصطفى شوبير، اللي مش عارفين ايه الذنب بتاع مصطفى شوبير انه دخله في والده، مع ان يعني الناس كلها شايفه والناس كلها عارفه من اصغر لاكبر واحد سواء اهلاوي زملكاوي اي واحد بيتابع الكوره في مصر او بيفهم كوره، شايف مستوى مصطفى شوبير وانه ملوش علاقه خالص انه طالع عشان خاطر والده ولا غير والده. واحنا نفسنا كاهلاويه لو شايفين مستوى مصطفى شوبير مش كويس، احنا اول ناس كنا هنقف ضده، كنا هنقول دي واسطه وكوسه والحكايه والروايه، كنا هنرفض الموضوع ده. احنا ما بنحبش النظام ده، ما بنحبش اللي هو أو بتوع اللي هو اولاد العاملين اللي بيطلعوا على قفا الناس لو هم مش كفاءه. لا، لو كفاءه ليه ايه المشكله؟ بالعكس، مصطفى شوبير طالع واحد يعني واخد الحمد لله مرشح لجائزة أحسن حارس في أفريقيا وأحسن لاعب في أفريقيا. تمام؟ دي جايزة من الكاف أو ترشيحات من الكاف، اللي الأستاذ أحمد سليمان فاكرها من المجلة، فاكرها طالعة من المجلة يعني عادية. ما علينا. بس ليا كام نقطة عايز أسأل فيهم. كابتن أحمد سليمان، أنت راجل محترم. إحنا مش عارفين أنت كنت مدرب حراس المرمى، كنت مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر، ولا كنت لواء شرطة، ولا عضو في مجلس إدارة نادي الزمالك، ولا طالع محلل رياضي أو محلل أداء؟ ما أنا مش عارف أنت طالع تعمل إيه أصلا على الشاشات. أنا مش معترض، ربنا يرزقك، بس أتمنى يعني أبقى فاهم أنت طالع لإيه؟ طالع هل بتتكلم بلسان إدارة نادي الزمالك؟ لو طالع بتتكلم بلسان إدارة نادي الزمالك ده تبقى مصيبة، بجد تبقى مصيبة. ولو انت كنت هتبقى في يوم من الايام رئيس لنادي الزمالك هتبقى مصيبتين. تمام؟ لان العقليه ديت اللي بتتكلم بالطريقه اللي احنا شفناها ديت، احنا بنحمد ربنا ان انت ما بقيتش رئيس لنادي الزمالك، لانك لو بقيت رئيس لنادي الزمالك هم الخسرانين. يعني نادي الزمالك الخسران مش احنا. احنا ان كان علينا هنبقى مبسوطين، هنبقى مبسوطين ان العقليه اللي قدامنا انا عفوا يعني واسف اللفظ مش مدركه هي بتقول ايه، او هو مش فاهم هو بيعمل ايه، بس هو بطريقته ده بيعادي ناس كتيرة جدا. هو ما عندوش الثقافة الكافية انه يطلع على الشاشات. والله ده اللي انا شايفه. انا شايف ان هو من اسلوبه وطريقة حواره حتى في قطع الكلام والاسلوب انه واخدها عافية زي بعض الاعلاميين كتار جدا، اعلاميين مش بس محللين. منهم طبعا ناس تانية زي اللي بتطلع برضو زيه كده مش اعلامي، بس هو الاخ رضا الهجاص. بس انا بتكلم على اسلوب الكابتن احمد سليمان. اللي انا شفته انت حضرتك يعني لا تصلح انك تطلع على الشاشات اصلا. الاسلوب اللي انت بتقوله، انت بتهدد كمان منتخب مصر، عايز تمنع اللعيبه عن منتخب مصر، وبتقول لسه هتناقش قرار. يا جدع يا عم حرام عليك والله العظيم. انت هتجيب لهم هم شلل مش لينا احنا. انت هتجيب لهم هم شلل لجمهور نادي الزمالك مش لينا احنا. احنا بنتفرج وبنضحك. انا قعدت اضحك، انا بقالي يومين عمال اضحك واشوف ردود الافعال واضحك. يعني انا اتفرجت على الحلقه الكابتن سيد عبد الحفيظ اكنه كل واحد اهلاوي بيرد عليك، وبيرد بادب واحترام وكل حاجه وعرفك ان انت مش فاهم حاجه. كابتن احمد، انت عارف، انت مدرك انت كنت بتقول ايه؟ انت مدرك انت طالع تعمل ايه؟ انت كده دي رساله مثلا تهديد للكابتن حسام حسن. انا مش هبعت لعيبتي تاني. يعني قاعدين بتقارنوا بتقولوا طب ما بتاع ده، ما النادي الاهلي كان بيرفض انه يودي اللعيبه ويطلع بيانات وبيعمل النادي الاهلي.
النادي الاهلي، انا بس هوضح لك نقطه صغيره يا كابتن احمد يا سليمان. النادي الاهلي لما كان بيطلع بيان وبيرفض انه يودي اللعيبه او بيهدد انه مش هيودي اللعيبه لاسباب كان بيعلنها في البيان بتاعه، وكانت اهم الاسباب بتاعته ان مواعيد المباريات بتتعارض مع مواعيد مباريات رسميه افريقيه او على مستوى كاس العالم للانديه مع الفريق هتقولي منتخب مصر الاول، هقول لك بس هو كان بيحاول يمارس ضغوط عشان على الاقل يكسب فريقه، مش زيك طالع تقول انت مش هتودي لعيبتك عشان خاطر مقموص ان عواد ما لعبش. انا مش مصدق ان حضرتك بتقول كده. يعني انت حضرتك طالع زعلان عشان عواد ما لعبش؟ هي دي مشكلتكم ان عواد ما لعبش؟ يعني يا جماعه دي اختيارات المدرب. وبعدين معلش عفوا، يعني انت ما تقارنش عواد بمصطفى شوبير. مصطفى شوبير اللي هو السنه اللي فاتت 10 كلين شيت، هو اللي جايب لنا بطوله افريقيا. ما تقارنش عواد اللي نزل بالصدفه مكان محمد صبحي اللي انتم منعتوه في مباراه السوبر عشان تحليل المنشطات، وكلكم عارفين الكلام ده. كلكم عارفين الكلام ده، كلكم عارفين كانوا مع احمد فتوح وكانوا بياخدوا احمد واسمه ايه ده اسامه حسني قال عليهم ايه لما نصح احمد فتوح قال له بلاش تقعد مع محمد صبحي والقعدات والشرب والكلام ده. احنا مش عايزين نتكلم في الحاجات دي عشان احنا ما عندناش دلائل على الكلام ده، بس انتوا اللي بتفضحوا نفسكم. يعني انتوا اللي بتفضحوا نفسكم، مش احنا اللي بنتكلم، انتوا اللي بتتكلموا. هو اسامه حسني اللي اتكلم ده عليهم واكد ان هم كانوا بياخدوا حشيش ومخدرات وبتاع. ده بيشجع نادي ايه؟ مش بيشجع نادي الزمالك؟ وكان قريب منهم وعارفهم وبيقول انا نصحت احمد فتوح كذا مره. فيعني انا مش عايز حضرتك تدخل في حاجات انت مش قدها. انت مش عارف. يعني انت بتهدد انك اللعيبه بتاعتك ما تلعبش عشان خاطر حضرتك مقموص ان عواد ما لعبش. مقموص ايه شغل مش عايز اغلط واقول كلام ما يصحش. انت راجل كبير، انت راجل كبير ومحترم، لكن كون انك انت ادينا اسباب مقنعه يا عم، ادينا اسباب مقنعه. اقنعني ان انت ما تبعتش اللعيبه بتاعتك، او اقنعني ان انت حتى تقول كلام زي كده وبعدين تطلع بعد كده تقول لا لسه هناقشه مع الاداره. هو ده اسمه كلام؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا اما ده انتوا متفق فيه مع الاداره، متفق فيه مع الاداره مع الكابتن حسين لبيب وعاملين الفيلم ده والمسرحيه زي بالظبط الفيلم والمسرحيه بتاع الاخ اللي طالع المشجع الزملكاوي اللي طالع يهدد زيزو، يقول له هديك طلقه وهضربك بالنار وهموتك وهيهدلك بيتك باللودر ومش باللودر لو سبت نادي الزمالك. وبما ان انا بص انا اقول لك على حاجه، انا واحد من الناس كنت مصدق لحد اخر لحظه ان المشجع ده فعلا غيران وقلبه واخداه الجلاله بقى وعايز ياخد ترند وبتاع وكده، فقال لك اطلع كلمتين وهو مش عارف هو بيقول ايه، مش عارف انه ممكن يتحبس بسبب الكلمتين دولت لو اي حد قدم ضده شكوى او اي حد قدم ضده بلاغ. لكن فوجئت ان لذيذو قدم بلاغ. ده واحد بيتهدد بالقتل علني وفيديو. لذيذ قدم بلاغ، ولا اداره نادي الزمالك قدمت بلاغ، ولا المحامي المستشار القانوني بتاع اداره نادي الزمالك قدم بلاغ، ولا شفنا اي بيان ولا شفنا اي حاجه. فده اكتر حاجه تثبت لنا ان انتوا اللي عاملين القصه دي عشان ترهبوا زيزو. انا تفسيرها كده عندي، الله اعلم. والله اعلم، الله اعلم، بقول الله اعلم. ان بعد الظن اسم، بس انا مش شايف لها تفسير غير كده. ما هو كون ان واحد يعني انا اتهدد بالقتل علني وواحد يطلع يقول كذا 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 واسكت له، وعندي ورايا شؤون قانونيه وورايا اداره نادي وورايا ما حدش يدافع عني حتى. طب بلاش انا ما دافعش عن نفسي، زيزو ما يطلعش حتى يطلع يقول كلام نعرف انه قدم بلاغ، نعرف انه عمل اي حاجه. كلكم ساكتين، كلكم ساكتين. معنى ان انتوا ساكتين يوم واثنين وثلاثه يبقى انتوا عارفين القصه وانتوا اللي مظبطينها. ملهاش اي حل تاني. انا كنتش عايز اروح للنقطه ديت، بس بجد حاجه مستفزه. هو في كده؟ هي في سياسات نادي تعمل كده؟ تبهدل اللعيبه بتاعتها؟ عامه دي حاجه ترجع لكم، انا برضو ماليش ان ادخل فيها. انا مجرد قلت وجهه نظري في النقطه ديت وانا شايفها ان دي لعبه من الاعيب النادي او من لعيب الاداره. انتوا دماغكم انتوا دماغكم فيها حاجه مش طبيعيه. والله العظيم دماغكم مش طبيعيه، دماغكم مش طبيعيه كلكم، دماغكم مش طبيعيه. حسين لبيب ده بجد يعني ما علينا. حسين ده مش سهل، بس ماشي. هو قاعد كده وعامل نفسه مختفي، لكن هو عمال يوزع الحسنات بتاعته ايه، شويه على السوشيال، شويه هنا شويه هنا شويه هنا، وعمال ايه يوزع الناس بتوعه. ما علينا مش عايزين نتطرق لحاجات زي كده. بس انا بتكلم على كابتن احمد سليمان، وانا مبسوط ان حارس الاهلي رد عليك. حارس الاهلي كابتن احمد شوبير رد عليك وبالذوق بالادب، وما جابش سيرتك وما جابش سيره النادي، بس كل مصر عارفه هو بيتكلم على مين.
كل مصر عارفه هو بيتكلم على مين، لانك فعلا يعني اذا كنت بتتكلم على عواد فانت بتتكلم على عواد عشان خاطر شوبير، مصطفى شوبير، وبتتكلم على مصطفى شوبير عشان خاطر ابوه، عشان بينك وبين ابوه عداوه، فبتصفي حسابات شخصيه، وده مش ده ما ينفعش. فبالتالي عقليه انا شايفها ان هي الحمد لله ان هي ما خدتش الكرسي بتاع رئيس مجلس الاداره بتاع نادي الزمالك، وما بقاش رئيس لنادي الزمالك، لانه فعلا عقليه صعبه جدا. يعني انا شايف انه لا، الراجل ده مش طبيعي، مش طبيعي بجد، مش طبيعي. يعني في حاجه مش طبيعيه، يا اما هو عارف هو بيقول ايه ومظبط الكلام مع حسين لبيب ومع الاداره وعاملين كحوار عشان خاطر آه، يضغطوا على حسام حسن وعلى المنتخب وي وي وي، بس الطريقه غلط، الطريقه غلط، اسلوبك غلط، اسلوبك غلط. لعيبه ايه؟ طب ما هو انتوا ما فيش لعيبه تروح خالص المنتخب تعيطوا، اللعيبه تروح المنتخب ونصهم يلعبوا ونصهم ما يلعبش برضه تعيطوا. طب انتوا عايزين ايه؟ عايزين حسام حسن ياخد التسع لعيبه ولا 10 لعيبه ولا 8 لعيبه من نادي الزمالك وكلهم يلعبوا اساسي؟ طب ما تروحوا تلعبوا بفريق، تاخد فريق الزمالك كله بدل منتخب مصر وتروح تلعب بيه، بس اكسب. والله لو تكسب هنشجعك، والله لو تاخد نادي الزمالك كله، فريق الزمالك كله، وتلعبوا بدل منتخب مصر، بدل اللعيبه اللي في منتخب مصر والتشكيله والميكس والحلويات اللي موجوده دي، وتكسبوا، هنشجعكم طالما بتلعبوا باسم مصر. يا عم لو خدت منك 10 لعيبه واللعيبه لعبوا اساسي، والله العظيم ما هنزعل. انا واحد من الناس عمري ما هقول ده لعب ليه وما لعبش ليه وده قاعد ليه احتياطي، انا والله ما بفكر كده خالص. انا مش عارف انتوا ازاي تفكيركم كده يا جماعه، والله انا مش عارف. يعني عشان خاطر لاعب ما لعبش وبعدين يقول لك مش عارف حسام عبد المجيد نزل 20 دقيقه وزعلان انه نزل 20. طب انت عايز ايه؟ طيب انت عايز ايه؟ عايزه ينزل 90 دقيقه؟ هو انت ما تروح انت تدرب منتخب مصر؟ يا عم روح انت درب المنتخب طالما مش عاجبك، روح درب المنتخب وخد اللعيبه بتاعتك معاك. والله بكلمك جد، روح درب انت المنتخب وخد اللعيبه بتاعتك معاك والعبهم كلهم اساسي، ورينا هتعمل ايه. يا جماعه هو في كده؟ وعايزين الرياضه تنضف في مصر، وعايزين الرياضه تظهر في مصر وتطلع في مصر. طول ما في العقليات دي، طول ما في العقليات دي عمرنا ما هنتقدم. هنفضل طول عمرنا كده محلك سر، عمرنا ما هنتقدم. والله العظيم طول ما في العقليات دي، هو ده وعقليه الدرديري وعقليه الغندور، والله العظيم عمرنا ما هتتقدم. الناس على خاص الدردير اللي طالع بس عمال يكيد 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 ويسخن الدنيا على بعضها، وامام عاشور والحبس ومش الحبس. وكنتوا زعلانين لما بعض جماهير الاهلي بيتكلموا على الثلاثي اللي اتحبس في الامارات، واحنا اول ناس وقفنا ودعمنا وقلنا يا جماعه طلع انت دلوقتي تتريق كل يوم يا درديري على امام عاشور لما راح يعمل جلسه الصلح في المحكمه ومنزل لي صور وهو في المحكمه وعمال تتريق عليه. هي دي التربيه، هي دي الاخلاق، هي دي الاخلاق وهي دي التربيه اللي اتعلمتوها. هو ده الكلام اللي تعرفوه، انكم تفرحوا في المصايب. احنا والله العظيم انا واحد من الناس عمري ما اطلع افرح في مصيبه في اي حد، سواء زملكاوي اهلاوي اتحداوي بورسعيد اي حد. ما ليه؟ طيب ليه يا جماعه؟ ليه؟ ربنا يفك كرب كل الناس. احمد فتوح كلنا وقفنا جنبه وقعدنا ندعي له وننزل له على الصفحات الاهلاويه بتاعتنا ونقول يا رب فك كرب، رغم انه كان عامل مصيبه، ورغم ان التحريات اثبتت انه واخد مخدر حشيش وانه موت راجل وي وي وي، ومع ذلك بنقول خلاص يعني اللي حصل حصل، ربنا يرحم اللي توفى، وكل واحد ربنا يصبر اهله وربنا يفك كرب احمد فتوح. ما نتمناش الاذى لحد، ما نتمناش الاذى لحد. اللعيبه بتاعت الزمالك لما راحت في الامارات وفضحتنا وعملوا واتخانقوا وضربوا مش عارف مدير امن الاستاد ولا مدير امن النادي، وطلع شخصيه كبيره هناك، وقلنا ربنا يفك كربهم. والموضوع لما وصل للحبس قلنا الموضوع كبر وما كانش مستاهل، وكلنا وقفنا وقعدنا ندعي لهم ان هم يخرجوا، ولما خرجوا فرحنا. تيجي انت تصور امام عاشور وعملت تنزل لي صوره وهو في المحكمه وتتريق عليه وتقول مش عارف كل يوم واحد في السجن، كل يوم واحد من الاهلي في السجن. ايه ده؟ ايه ده؟ هي دي عقليه؟ دي عقليه تافهه، دي عقليه تافهه، دي عقليه لا تصلح اصلا انها تبقى على الوسط الاعلامي اصلا، ولا تطلع على الشاشات، ولا تطلع اصلا في السوشيال ميديا، سواء الدرديري او احمد سليمان او الناس دي. المتحدث احمد سالم مش ده اللي غرقكم؟ وده اللي غرقكم ايام احمد فتوح. انا مش فاهم يا جماعه، انتوا ازاي وفي الاخر بتقولوا اكبر قلعه رياضيه؟ ما هي فعلا قلعه، بالمنظر ده هي كده قلعه، قلعه. ايه فهموها بقى زي ما تفهموها، ده قلعه وبلبوسه كمان. ايه ده؟ هو في كده؟ انتوا اللي بتبهدلوا نفسكم، انتوا اللي بتجيبوا الكلام لنفسكم، انتوا اللي بتجيبوا التهزيق لنفسكم. انتوا عمركم شفت حد من عندنا بيعمل الكلام ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟
ايه اللي بتهببوه ده؟ ايه ده؟ ده انت ده انا اقول لك تستاهل 1000 مره يا كابتن احمد سليمان اللي حصل لك من كابتن احمد شوبير ومن سيد عبد الحفيظ. تستاهل اللي حصل لك ان انت طلعت ترند دلوقتي على السوشيال ميديا. طلعوك مصر، طلعوك مسرح، طلعوك مسرح. والله العظيم ولا خبر من اللي انت قلته، انا حتى نشرته عندي على الصفحه على الفيس، لان انا مش مصدق يا جماعه. لكن بجد الواحد يعني خلاص. طب هو في ايه؟ هنفضل على كده لحد امتى؟ عمالين نقلل من بعض، عمالين نصطاد الاخطاء لبعض، عمالين يا جماعه نحفل في الرياضه، نحفل في الكوره، ضربه حره مباشره، لا بلنت، لا مش بلنت، لا الحكام، لا مش الحكام. ماشي، خلونا نتناقش رياضه، خلونا نتكلم رياضه. لكن انتوا خرجتوا عن اطار الرياضه. انتوا خلاص كل حاجه بقت عندكم اهلي وزمالك، اهلي وزمالك، اهلي وزمالك، وبقيتوا خلاص يعني انا مش فاهم. انا مش عارف هو في ايه. انا ما بطلعش اتكلم بحلل مباريات ولا بحلل اي نيله، بس خلاص يعني لما بشوف بقى المواقف ديت الواحد ما بيقدرش يسكت. ما هو لازم ما ينفعش نسكت. لما تيجي تقلل من النادي الاهلي ومن بطولات النادي الاهلي، لا ما ينفعش نسكت. قاعدين تقولوا بالحكام وخدناه بالرشاوي وخدناه، طب بناخدها بالحكام هنا في مصر، وفي افريقيا كمان بناخدها بالحكام، وفي كاس العالم للانديه بناخدها بالحكام. يا عم اتكسف على دمك بقى، يا عم اتكسف على دمك انت وهو. واتمنى واحد زي الدرديري ده خلاص كفايه، انت كبرت وعجزت وخرفت، كفايه عليك كده، كفايه عليك كده. واحمد سليمان اللي انا ما انا عارف هو اذا كان محلل ولا اذا كان بيحلل ولا عنده تحليل ولا طالع بيهب بيبيع قنوات. مهيب، هو مهيب، انت مهيب، انت فرحان انت بالافيهات والترندات والكلام ده صح؟ فرحان انت ها؟ ما هو انت شغلك كده، هنعمل ايه؟ ما احنا كلنا عارفينك يا مهيب. انت خلاص يعني مش كتير، مش كبير عليك ولا غريب عليك. الله يرحمنا، الله يرحمنا. السلام عليكم.